السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبيبات قلبي، أهلا وسهلا بفيديو جديد وروتين جديد. أول شي خلونا نرحب بكل صبية انضمت جديد لقناتي، وكمان بدي اتشكر كتير الناس اللي عم تعلق لي وعم تعطيني من وقتها لحتى تشوفوا الفيديو. الله يسعدكم ويجبر بخاطركم بجاه الشهر الفضيل، آمين يا رب العالمين. وهلأ خلونا نكتب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبلش الفيديو فورا. ويلي متابعني بالقبل بيعرف هلأ أنا وين موجودة. كنت رايحة أقضي نهاري عند أهلي، وهون حبيت أورجيكم التحضيرات. هلأ أنا إجيت يعني تقريبا آخر وقت، ما كتير يعني إجيت من بكير. فأول شغلة هيك دغري فتت على المطبخ، عملت لهم من هذا التمر اللي عملته معكم شاركتكم. كتير كتير طيب ومفيد، فحبيت هيك أعمل لهم كمان. وهون كانوا ما شاء الله يعني مجهزين، بس هيك أنا رحت شيكت. وساعتها آخر شي هون الكبة عم نقليها، هي ما كانت يعني الطبق الرئيسي، كنا عم نعمل يعني كذا أكلة. عملنا جبت التاجر، هلأ بتشوفوه معي. هون بعد ما نقلوا الكبة جيت، وهون اجيت حتى اجهزهم بالصحن. بتعرفوا وقت هذا الفطور بيكون كتير ضيق، يعني الواحد يلا عم يركض يركض ويا دوب يعني لحق. حتى يعني اهلي من النوع اللي ما دغري بنفطر، نحن اول شي بنصلي المغرب وبعدين بنبلش بفطورنا. وهون عم نقلي عجينة أكلة اسمها جبة التاجر، كتير كتير طيبة وكتير ظريفة على فكرة لأجواء رمضان. يعني خلص الواحد إذا بيعملها وبيتركها هيك شوي على جنب كمان، مو كتير يعني مو كتير كمان طيبة باردة، بس يعني بتصير قبل بوقت، يعني ما الواحد ما بيلتحق عليها آخر وقت. هون كنا عم نقلي العجينة مشان نحشيها. شفتوا الحشوة كنت عم أعملها أول شي معكم. هون الملوخية اللي قليتها كمان. يعني عملنا هيك أكلات على السريع. وشوربة العدس بما إنه يعني في كبة فكتير بتلبقلا. والمقبلات تاع سفرة رمضان، الله يديم علينا هالنعم يا رب ويحفظها من الزوال. هي الأكلة جبت التاجر، شوفوها منظرها كتير حلو وحتى طعمتها كتير كمان طيبة. في عالم كمان بتعملها بالتوست، بس بالعجينة صراحة كتير يعني طعمتها طيبة، وإن شاء الله بدي أعملها معكم بالقناة. وهيك كان فطورنا لهذا اليوم. وانتوا خبروني كيف عم تقضوا ايام رمضان، عازمين ولا معزومين؟ كتبوا لي تحت بالتعليقات. واخر السهرة كمان يعني ما بزبط بلا اكلة حلوة برمضان، عاملين قطايف. بتحسوا اكلات الاشاطي يعني الى نكهة تانية برمضان؟ مين بيوافقني الرأي؟ وهون بالنهار التاني بدي اعمل فطور، بدي اعمل مندي كمان مصورته معكم من قبل، فهيك اخدت لكم لقطات بس على السريع. هون عم اقطع سلطة. هلا صراحة اكلة المندي ما بيلبق لها يعني السلطة، بس قلت يلا هو يعني هذا الصنف ظريف برمضان، الواحد يبلش هيك الفطور بصحن سلطة مفيد وصحي. وهون كمان طنجرة الرز كنت خلص يعني مجهزتها، مقلية بصلة صغيرة، قليتها هيك منيح، وبعدين حطيت القشلميش، حطيت عيار الملح، حطيت بس هيك معلقة سمنة صغيرة حتى تعطيها نكهة هيك ظريفة. وكمان حطيت لها بهار مدخن، يعني ما بيعطي اي لون بس بتعطي طعمة التدخين. يعني بحب هالأكلة طعمة التدخين تكون ظاهرة. وهون عم كمل تقطيع السلطة، بس حبيت أورجيكم كيف هيك كنت مرتبة يعني كل أغراضي، مرتبة أموري على أساس إنه كله يكون جاهز قدامي. الصوص اللي بدي أدهن فيه الدجاج وضبطه. كمان الصوص السلطة كمان حطيت يعني الحمض والملح النعناع. كمان حطيت شوية دبس رمان، بحب نكهتها بالسلطة. الملونات كمان ذوبتهم بنفسه يعني مرقة الدجاج حتى تعطي نكهة طيبة. وحمصت المكسرات، وآخر وقت بعمل هذا صوص الدقوس. يعني بما انه عم استعمل البصل ني فما كتير بحب يعني يتغير نكهته. انا بحط لصوص الدقوس بحط له بصل ثوم بندورة وفليفلة كمان. هلا بده كان بندورة صراحة اكتر من هيك، بس يعني ما عضل عندي هاي الكمية اللي كانت عندي. وهون الفليفلة الحادة خفتها تكون حادة، بس طلعت ابدا ابدا مو حادة، يعني ولا ظهرت طعمتها بالاكل. وحطيت فليفلة كمان عادية.
وأنا كتير باحب فيها نكهة برش الليمون، يعني بالعادة باحط لها برش ليمون بتعطيها نكهة طيبة، بس يعني اللي عندي بالبيت ما عم يحبوا هالنكهة. أحيانًا إذا حبيت باعمل هيك زبدية خاصة إلي. وهون عندي الدجاج استوى تمام، راح هيك حاطة عليه من هذا الصوص كتير طيب، هي يعني خليط بهارات ومية بندورة، وحطيت زيت كمان مشان يعطي قرشة، وحطيت هيك يا دوب بس كم معلقة كمان من مرقة الدجاج نفسها حتى يتحركوا عندي يعني المكونات، وحطيت كمان رديت رجعت زيت حتى يتأمر عندي الوش تمامًا. ومثل ما شفتوا الرز صار عندي جاهز، لونته وكمان دخنت حطيت الفحمات، وحبيت يعني هيك قبل شوية وقت حتى يعني ياخدوا النكهة مزبوط. الله يتقبل منا ومنكم يا رب صيامنا وقيامنا، والله يجعلنا يا رب من اللي ذنبهم مغفور بإذن الله تعالى. وشوفوا لي هون الرز كيف بيجنن، كيف هيك عم ينسر نسر مو مخبص أبدا. مع إني هون الرز الطويل يعني نقعته شوي هيك شي نص ساعة نقعته بالمي، بس ما عاد حطيت له للعيار كاسة ونص، لأ بس حطيت كاسة يعني بما إنه منقوع فما بياكل كل الكمية. أنا من النوع يلي كتير بحب بقلب المندي هدول حبات اللومي كتير بحبهم بقلب الرز، وبحب كمان الأشلميش، يعني لازم يكون بهالأكلة ضروري، يعني إذا ما كان موجود يعني ما بعمل أكلة. وأهم يعني عندي حتى من الدجاج والصوص الجانبي، يعني بحسهم هدول خلاص يعني مرتبطين مع الأكلة، وأبدا ما بيزبط يعني من دونهم. شو رأيكم كمان انتو؟ كتبولي بالتعليقات. حاسس فيه لهالزلمه هذا انه برمضان بتنفتح النفوس وبتنشرح، بصير الانسان جواد. قبل المغرب بشوي هو رايح على بيته بالعاده، يعني بدق الباب نص ساعه لتفتح له. استقبلته، شو الزلمه عم يشتغل عنده؟ شوفي انا تعرف شو جاي؟ من السكر كيس، ومن الرز كيس، ومن السمنه تنكه، ومن الزيت البلدي تنكه، ومدري ايش. بعدين صرنا فيها 100 دينار، 100 ليره ذهب. كنت عم اشتغل عند الله، روح على الجامع واسالوا يا رب. هي القصه حقيقيه، بس هذا الرجل كان كل يوم يمشي ويروح ويطلب من الله. خليكم قريبين منه، قل له يا ودود يا سر الوجود، رزقني من حيث لا احتسب. المفتاح الثاني او المفتاح هو الطاعه. اثنين، اعطي تعطى. العطاء الجزاء من جنس العمل. انفق يا ابن ادم انفق عليه. كنا بزماننا يقولوا والله هدول نقطونا بدنا ننقطهم. ولهون أنا بكون وصلت لنهاية الفيديو، خليت لكم كمان بالنهاية صوت الأذان على الفطور. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأعنا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأسأل الله أن يبلغكم ليلة القدر وأنتم بأحسن حال، واللهم بارك لكم في صيامكم وقيامكم، وربي يجعلكم فيه من المقبولين ومن عتقائه من النار. انتظروني بفيديو جديد بإذن الله تعالى. تبقوا بألف خير. هلا بدي لكم سلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
مكرونة وكاسة